يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي، قناة المخرج ألبير أنطون. بالنسبة للناس اللي هتقدم في أكاديمية الفنون، سواء المعهد العالي للفنون المسرحية أو معهد سينما، في شوية حاجات كده هنبتدي نتكلم عنها. هحاول أعمل لكم ريلز سريعة كده كل يوم، إيه المشاكل اللي ممكن تواجهكم، أو إيه الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها في الفترة اللي جاية، أو الناس اللي لسه بتقدم لأول مرة. أول نصيحة مهمة لازم تكونوا عارفينها، وخصوصا الناس اللي بتقدم في فنون مسرحية، موضوع الامتحانات او اختبارات فنون مسرحيه مش حفظ المشهدين فقط. لان في ناس كتير بتكلمني بتقول احنا محتاجين تدينا ورشه تمثيل بس عشان نحفظ المشهدين، فما فيش حاجه اسمها كده. المشهدين مش مجرد حفظ، هم مش بيختبروا مقدرتكم على الحفظ، هم عايزين يشوفوا اداء، عايزين يشوفوا تميز، عايزين يشوفوا ابداع. وايه هو تعريف الابداع؟ هو الخروج عن المألوف. فوارد جدا ان انت او انت تكون حافظ مشهد بطريقه معينه، ويجي الدكتور يقول لك طب غير الاداء بتاع المشهد، فساعتها تعمل ايه؟ ولذلك اللي بيجي ساعات يكلمني يقول لي عايز ورشه، بقول له لا، مفيش حاجه اسمها ورشه تحفظك المشاهد. لو في ورشه تعلمك التمثيل هو ده اللي صح. ازاي تبتدي تقرا، ازاي تبتدي تحلل الشخصيه، هو ده اللي اسمه تمثيل. وما ينفعش ان انت قبل الامتحان باسبوع تقول انا هاخد ورشه عشان اعدي الاختبارات، مفيش الكلام ده. فانا وجهه نظري الشخصيه، اللي ناوي يقدم بيكون اشتغل على نفسه اتليست سنه، يكون سنه اشتغل على نفسه، قعد سنه يقرا كتب، يتفرج على مسرحيات، يتفرج على افلام، ياخد ورش. فلازم نخلي بالنا من النقطه دي، عشان في ناس كتير السنه اللي فاتت وقعوا في المشكله دي. دخلوا وافتكروا ان هم خلاص عشان حفظوا المشهدين يبقى الموضوع بيس وجميل، وفوجئوا ان الموضوع اكبر من كده بكتير. فنخلي بالنا للناس اللي هتقدم في فنون مسرحيه، لو انت مش مستعد، انت عندك فرصه السنه الجايه والسنه اللي بعديها. اشتغل على نفسك وتدرب كويس عشان خاطر لما تيجي تخش الاختبارات تبقى انت قدها، وفي نفس الوقت عشان ما تخسرش ثمن الاستماره، هتدفع 1000 جنيه وفي الاخر هتضيع عليك. فنخلي بالنا من النقطه دي. وهسيب لكم لينك القناه بتاعتي تحت، فيها حلقات كتير مفصله بتكلم فيها عن شكل الاختبارات وايه الحاجات اللي ممكن نمر بيها، والمشاكل اللي ممكن تواجهنا في التقديم، سواء للمعهد العالي للفنون المسرحيه او معهد سينما. وبالتوفيق لكم جميعا. شكرا، سلام.